السلام عليكم حبيباتي، صباح الخير عليكم، صباح النور. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وكاع مهنيات وكاع فرحانات وكاع سعيدات، امين يا رب العالمين. اول حاجه نبدو بها لا فيديو تاعنا كيما العاده، نصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله ينال اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على حباباتي. كيما راكم تشوفوا الفيديو تاع اليوم بديته لكم من الصباح في شويه حماس شويه نشاط، راكم عارفين نبغي هكا نوع لكم الفيديوهات، مره في السيجور مره في الكوزينه، كل مره وكيفاش هكا حباباتي نهضروا شويه نحفزكم وهكا نستفادوا من الفيديو مع بعض. كيما راكم تشوفوا اليوم صباحي صراحه نقول لكم يعني راني تفنينت شويه هاد الايامات، جبت هاد لاطابل تاعي هادي اللي تتبليه، راني نحطها غير في الكوزينه نتقهوى فيها الصباح انا وليداتي وسي بون نلم وكاع. لاخاطرش نقول لكم حاجه خواتاتي، كيما تكونش كاينه الطابله في الكوزينه يعني تعب، ماشي تعب زعما تاع ديبلاسي المواعين ولا لا، ماشي من هذاك الباب، بصح التعب تاع يفتو واوبليجي عليك تسيقي سور بلاص تفوتي السيجور وتزيدي تجيبي معاه الكولوار والكوزينه. راكم عارفين هاد المره قلت انايا ان يعني نخفف على روحي، نجيب هذيك الطابله نحطها في الكوزينه ونتقهوى الصباح ليه انا وليداتي، صح على الفطور ولا العشاء نديره في السيجور. هذه يا خواتاتي تقهويت وخليت هكا المواعين خليت كلش، وجيت هنايا للصال دو بان قلت انا نقي لي سانيتير نفوت على الدار تفويته خفيفه كيما تعرفوا كاع تاع كل يوم عاده، وندخل للكوزينه. الكوزينه كانت بحرت لي في الفطور ياك خواتاتي، شتو حنا الصباح كي تصبح يعني بحرتنا كش نديرو شما نديرو نزيدو. راكم عارفين خواتاتي سورتو يعني القضيه تاع الخضره كان ما جابليش الزوج، هذيك هي قلت انا اللي كاينه نديرها. بصح هي بغيت نكمل مع الروتين اليومي عاده وندخل للكوزينه. هيا خواتاتي، صراحه رحت للفريجيدير لقيت عندي بقايا 3 حبات كوسه ولا 3 حبات دنجال، يعني شويه مصروف ماشي بزاف. ديجا كنت قلت لكم بلي ما كنتش في الدار عليها، لقيت عندي من كل حاجه شويه شويه. قلت انا هذه لو كان نخلي زوج حبات كل زوج حبات من نوع غادي يفسدوا تلحق عليهم الخضره جديده وما نستغلهمش. هذيك هي يعني كاع الخضره اللي كانت جبتها ودرت خلوطه ودرت لهم فطور، دوك تشوفوا معايا شدت الفطور. هنايا كملت الروتين سمحوا لي على الحس، كملت الروتين اليومي وجيت للكوزينه هكا باش نقيها ونبدا في الفطور تاعي. وشكون اللي تبغي حتى تلمع الليفي عاد تبدا تغسل المواعين؟ صراحه لو كان نغسل المواعين في الليفي ما يكونش بروبر ونقول انا حتى نكمل نغسل المواعين عاد نقيه، تبان لي بلي هذوك المواعين مانيش كاع نغسل فيهم، تبان لي راني غير نخلط. هذه هي نبغي حتى نحك الليفي ونقيه عاد نغسل المعيناتي على النقا. ربي يحفظكم، على بالي بلي كاع ساجيات وشاطرات، بصح يجوني تعليقات تاع اخوات تقول لي طاطا تعلمت من عندك بزاف صوالح، طاطا تاع بنيتات صغار ما شاء الله والله غير نفرح بهم. هذه يا خواتاتي شوفوا غادي نقول لكم واحد النقطه على السريع. لي خواتاتي على الحس، شوفوا احمد يكون يلعب يكون لاهي يكون يتفرج يكون كي يسمعني شفت التليفون وبغيت نبدا نهضر مع حباباتي يتحزم لي والله ما على بالي ماله. المهم خواتاتي شوفوا بغيت نحكي لكم على حاله الطوارئ وحاله التاهب اللي رانا فيها، وكاع البيوت الجزائريه والامهات حازمين ريصانهم والتواغي يسمع من برا، وهذوك الوليدات مساكين حالتهم لا حاله. والله العظيم ربي قدرنا ان شاء الله وربي قدرهم اخواتاتي. شوفوا هي المراجعه على الاختبارات ولا لهاد الامتحانات وقاعد تكون من الاول كل يوم شويه كل يوم شويه كل يوم شويه، كي يجي الاختبار يعني ما تزيريش وتشدي كاع هذيك الفصل كاع هذوك مش عارف شحال من درس في التاريخ، مش عارف شحال من درس في الجغرافيا، الرياضيات تجي تفهمي تحصلي ما تعرفيش منين. ياك خواتاتي لو كان كل يوم كل بدايه فصل يعني كل يوم نديروها كمراجعه خفيفه، كل يوم نضربوا طله خفيفه على وليداتنا شقراو ما قراوش. ونقول لكم حاجه خواتاتي، هذه قلتها لكم العام اللي فات في واحد الفيديو وجاني عليه انتقاد، مي قلت لكم شوفوا خواتاتي كل واحد وش كاتب له ربي وكل واحد شداير له ربي، نسبه الذكاء ماشي كيف كاين اللي التلميذ يكون ذكي، كاين اللي يكون مجتهد، كاين اللي يكون في ماده طالع وفي ماده واحده اخرى ماشي طالع. شوفوا هذه التجارب ندوهم من عند الناس تاع الخبره، ما ندوهمش من عند وحده تجي هكا وليداتها صغار كيما انا تاني كيما انا خواتاتي، يعني وليداتها صغار ما عندها حتى خبره ما عندها حتى معلومات في الوليدات في المستويات اللي مشي كيف وكل شيء، وندو من عندها نصيحه. كاين هذاك الدكتور جاسم المطوع ننصحكم به خواتاتي، روحوا سمعوا له الدروس تاعه غير باطل خواتاتي في اليوتيوب، سمعوا هكا باش تدو من عند الناس العلم، ما تدوش من عند غير
هكا قال اليوتيوب فلانه لا خاطرش هذيك فلانه عندها ولادها، بصح ولادها ما يمثلوش جميع حاله المجتمع. مثلا انايا عندي زوج بناتي ما شاء الله راهم يقروا، كل وحده والمستوى تاعها، كل وحده فاش متفوقه ماشي كيف تربيه ماشي كيف، ما نديرش بيناتهم مقارنه. بصح كيما اهل الاختصاص واهل العلم اخواتاتي بزاف عندهم دراسات وعندهم مميزات بين كل شخص تاع طفل وبين كل عقل تاع طفل، يعني هكا ندو من عندهم الخبره حباباتي. هاهي بصح شهيه كما قلت لكم القرايه ماشي كلش، القرايه ماشي كلش. بزاف اخواتاتي اللي كانوا يعني شخصيا انا من العائله تاعي المقربه، بزاف اللي كانوا في الابتدائي ما يدوش كاع نتيجه نهائيا، وكي وصلوا للثانوي مخهم انحل ودوا الباك من عامهم الاول وبنتيجه ما شاء الله. وكاين اخواتاتي العكس، كيما شخصيا كانت تقرا معايا واحد التلميذه نقول لكم اخواتاتي كانت تدي 19 دو موين، كانت تدي 19 معدل، وسبحان الله راح زمان وجا زمان تفكرتها، يعني كان جارتنا تسكن حدانا، تفكرتها سقسيت عليها قالوا لي من البكالوريا ما فوتتش الباك وما داتش نتيجه وما داتش يعني الشهاده تاعها وتزوجت ايه سبحان الله انا خلعت. قلت لكم كاين اللي ما يكونش متفوق ويجي هكا واحد المده اللي ربي يحل هكا مخه وربي سهل عليه، وكاين حباباتي اللي العكس. على هادي نقول لكم حاجه اخواتاتي، كبروا قلبكم وما تكتلوش رواحكم. كما قال لها واحد الاستاذ عنده صفحه في الفيسبوك، قال لها حبسي التليفونات عند سلفتك وحماتاتك وتقسوا على المعدلات تاع اولادهم وكلش، لانه الوليدات ماشي كيف حباباتي، كل واحد وش دار له ربي وكل واحد والمستوى تاع اخواتاتي. هذه هي ان شاء الله ربي يرزق الجميع، وان شاء الله ربي يوفق كاع وليداتنا لما فيه السداد والصلاح. احنا نطلبوا ربي ان شاء الله تكون ذريه صالحه، تكون ذريه متخلقه باخلاق الدين يا رب العالمين، اهم من شهادات الدنيا بالاف المرات يا رب العالمين. ان شاء الله كما قلت لكم السداد والصلاح هو كل اخواتاتي، ربي يوفق ان شاء الله كاع وليداتنا ويجعلهم من حفظه كتابه الكريم يا رب العالمين. هذه هي حباباتي، ولكم كبروا قلبكم ساكن. شوفوا وليداتنا ساعه دروك ما عاشوش كاع الطفوله. انا من نقعد نحكي هكا ونتفكر نشوف وليداتنا مساكين لاهيين غير بالطابلات. اني عاقله كنا نخرجوا احنا من المدرسه نشدوا هذاك الكرطاب نجروا للدار باش نتفرجوا الرسوم تاعها في التلفزيون. دروك يجي يجري على جال الطابلات، تجي تجري على جال الفيسبوك باش تهضر مع صحاباتها، تجي تجري على جال فلانه. شوفوا الوقت تبدل والصغار تبدلوا والعقليات تبدلوا. حنايا في وقتنا شبعنا طفوله، شبعنا لعب. انا كي نتفكر وقتي خواتاتي مع انا صراحه كنت انا الصغيره في الدار، انا المزوزيه في الدار انا وخويا اللي كان تحتي هكا بيني بينا غير عامين، واحد الطفوله فوتناها، واحد اللعب، واحد ما شاء الله، مع انه ما كانتش كاينه امكانيات كيما دروك، يعني عائله بسيطه متواضعه، بصح هي غير هذاك اللعب مع وليدات الجوارين. لعبنا بالتراب، لعبنا حويقه، لعبنا غميضه، لعبنا بيتشاك خلوا لي خواتاتي في التعليقات. شوفوا ما شاء الله، بصح وليداتنا مساكين تاع دروك ميم با الامهات. انا دي فوا كنت نخلي بنياتي يهودوا في الصيف لاسيتي، ملي يهودوا وانا عينيا طايرين في البالكون ما ندير والو، عينيا طايرين في البالكون من مور الريدو نرقب عليهم نطلع عليهم نعس فيهم. قلت لكم باللي يعني الوقت خواتاتي تبدل الا من رحم ربك. ان شاء الله ربي يلطف بنا، امين يا رب العالمين. اخواتاتي زيروا شويه، رخفوا شويه، ما تكونوش مزيرات بزاف حباباتي. كما شفتوا نولوا للفيديو تاعنا. كيما شفتوا فطوري، شوفوا فطوري درت البطاطا تغلي، كانت عندي هذيك البطاطا رقيقه درتها حباباتي طفيت في القدره ودرت فوقها قلت لكم كان عندي دنجال، كانت عندي كوسه، درتهم حباباتي قطعتهم كاع مكعبات ودرتهم يفيضوا، وجدت لاصوص طوماط على جهه. كي طابوا لي خواتاتي هذيك البطاطا نقيتها وقليتها في الزيت، وقليتها يعني ماشي قليتها كاع ديجا هي كانت فايضه، يعني غير صوتيتها في الزيت باش تعطيني بنه مليحه. وهذيك الخضره تاني خواتاتي خلطتها مع البطاطا، درت عليها لاصوص طوماط ودرت عليها 3 حبيبات تاع بيض ودرت من الفوق الجبن المبشور. شوفوا جات واحد الاكله ما شاء الله ما عندي ما نقول لكم. يعني صراحه قلت لكم انا غير ما كانتش عندي الخضره قلت انا ندير هذه الطريقه، يعني من كل حاجه ندير هكا شويه ونديرهم في صلصه الطماطم، ندير عليهم البيض وندير عليهم الجبن. قلت لكم جات ما شاء الله كما شفتوا في الصوره. وصراحه الجبن هذاك الجبن تاع البيتزا كنت حاقراته، ماشي كنت حاقراته هو باش بنين ماشي بنين اخواتاتي، بصح هي يعطينا هذاك الوجه الشباب ويعطينا هذاك القوام هذاك اللي يكون هكا مطاطي. بصح هي غير ما نديروه في الكوكوطه ولا في الكسرونه، لو كان ديروه في الكوشه غادي يجي كيما شوربه فيرميسيل. هيا حباباتي
درت حباباتي فطوري، فطرنا والحمد لله. ربي يدومها علينا نعمه ان شاء الله يا رب العالمين ويحفظها من الزوال. كما قلت لكم كان خاصتني شويه خضره، الزوج الكريم جاب لي شويه خضره كما راكم تشوفوا، يعني خضره موسميه. ننصحكم حباباتي على الشوفلور، وليداتكم فيتامين سي، هاد الايامات راهم مرضى. كانت بنتي الكبيره مرضت وعزوجتي شرت لها واحد السيرو هو تاع اعشاب، يعني ماشي من عند الفارماسي، من عند اللي يبيعوا الاعشاب، سموه العسل اليمني. شوفوا خواتاتي ان شاء الله في الفيديو الجاي نصورها لكم ولا نحطها لكم في بوست. شوفوا ما شاء الله نفعها، يعني في داير كاتبين المكونات تاعها، يعني مكونات طبيعيه ما شاء الله. شوفوا نفعها الله يبارك. ونقول لكم اخواتاتي هذا المرض تاع الاطفال اللي راه يفوتوا كاع، صراحه انا بنيه تجاههم بصح تالمو كو شربوا بزاف لونتيبيوتيك. هاد الخطره حلفت قلت انا من ما شربهمش لونتيبيوتيك لا خاطرش شربوا بزاف، سورتو بنتي الكبيره شربت لونتيبيوتيك هي بروحها ما تقدلاش. شوفوا حباباتي درت طاوه يعني كسرونه، عمرت فيها النخه، عمرت فيها الزعتر، خليتها طابت يعني تيزانه، ومن بعد عصرت فيها حبه عليم وحليتها بمغرف تاع عسل النحل. شوفوا وقعدت نعطيهم من مول الفطور ومن مول العشاء، من مول العشاء يشربوا ونزيدهم هذيك حبه تاع دوليبران. ما شاء الله مع هذا السيرو اللي قلت لكم عليه، هذا المشروب تاع العسل اليمني، دوك ان شاء الله نصوره لحباباتي. شوفوا ما شاء الله عندهم الليله والنهار صبحوا مريحين، الحمى راحت، الكحه حبست، الله يبارك. دوك ان شاء الله نبارطاجي مع حباباتي. يعني شفتوا الخضره اللي جابها لي الزوج الكريم بديت نستف فيها. السلطه صراحه انا ما عنديش هذيك اللي تنشف السلطه، بصح اللي عندها اللي تنشف السلطه تغسلها وتنشفها وديرها في باطه وتقعد غير تجبد تستعمل هكا باش تسهل على روحها. قولوا لي خواتاتي شكون اللي تبغي الخرشف كيفي. شوفوا من بين الخضر اللي نموت عليهم سبحان الله، خاطرش نحس روحي انسانه قديمه كي نبغي الخرشف ربي يحفظكم ان شاء الله حباباتي. هذا هو لا فيديو تاعي، في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.